هلو هلو، اهلا بكل حبايبي ومتابعين. شايفين الطبق ده؟ ده اسمه طبق السعادة يا جماعة. طبق الفرح. طبق كده يخش القلب قبل المعدة. ده طبق حلويات العيد او حلويات المذبح. عاملة فيه فشة، وعاملة فيه كفتة، وعاملة فيه كبدة، وممكن تحطي فيه زيادة عن كده زي ما تحبي. سندوتش عيش بلدي بقى كده، ونحط حبة من الجمال ده كله، والريحة خطيرة. وما ننساش بقى عليه شوية سلطة طحينة. اهي شايفين سلطة الطحينة تجنن. نحط حبة كده. عايزين بقى تاكلوها مع مكرونة، عايزين سندوتشات فين وسندوتشات عيش بلدي. يا سلام بقى كده مع عودين جرجير، يا احلى سندوتش دقته في حياتي. يلا بينا نشوف عملنا ايه. انا معايا هنا دي فشة. طبعا المقدار اللي تحبيه، ومعاها اللي هو لازم حتة الزور دي. ودي كبدة، ودي لحمة مفرومة. نركن اللحمة المفرومة دلوقتي على جنب، ونيجي بقى طريقة غسيل الكبدة والفشة. نيجي هنا للفشة الأول، حطيت عليها معلقتين دقيق كبار، وهحط عليها معلقة ملح خشن، دي الغسيل بتاعها. وهحط عليها عصير ليمونتين، او انا عندي عصير هنا عاملاه، يعني كنت عاملاه معاكم قبل كده على القناة هتلاقوه. هحط منه معلقتين، يبقى كده معلقتين عصير ليمون. او ما عندكيش العصير الليمون ده، تحطي معلقتين كبار ليمون، والملح والدقيق. واعجن بقى الكلام ده كله كويس، واسيبها بتاع ربع ساعة. طيب بالنسبة للكبدة، الكبدة يا جماعة بتتغسلش. تنقعيها ممكن في حبة لبن زي ما انا حطيت كده، او شوية خل، وبتسيبيها تصفي بقى ايه المية بتاعتها خالص. انما تغسليها الكبدة هتزفر منك. سبت الكبدة ربع ساعة، وسبت الفشة دعكتها كده ببعضها من الزور اهو شايفين، حطيتها بس في طبق كبير. وهسيبها برضو لمدة ربع ساعة، وبعد كده هغسلها غسلة كويس جدا. وهجيب مية مغلية، احط فيها ورق لورا وحبهان وقرنفل وشوية ملح، وهنزل بالفشة بتاعتي تتسلق. انا ماشيه معاكم الخطوات واحده واحده ومن اولها، عشان لسه جديد في المواضيع دي، ولسه بقى العرايس الجداد بقى يشوفوا الطريقه ايه الصح. خلاص هسيبها بقى لحد ما تستوي 90%. اوطي عليها النار واغطيها واسيبها. طيب نيجي بقى للكفته بتاعتنا. هحط عليها بصلايه كبيره مبشوره، بس تكون من غير الميه بتاعتها. فلفل اسمر، شويه سبع بهارات، والملح بتاعنا. بس مش هحط اكتر من كده. هقلب بقى الكلام ده كله كويس، وهكورها بقى، هعملها كور كده يعني قد الليمونية تقريبا. هكورها كده، واحطها بقى في الطبق عندي لحد ما اخلص الكمية كلها. خلاص انا كده عندي الفشة بتتسلق، والكبدة خلاص جاهزة. حطيتها بقى في مصفى، صفت اللبن بتاعها خالص. وخلاص كده الكفتة خلصت. عايزة بقى تزودي، حطي قلوب، حطي طحال، حطي كلاوي، إيه اللي بتحبيه زوديه. انا كده خلاص الفشه خلصت. سبتها بقى بردت خالص، وهبدا اقطعها شرايح رفيعه زي ما انتوا شايفين كده اهو. هقطعها كلها اهو. خلاص قطعتها كلها. وبرده اللي هو معرفش اسنان دي ولا ايه، برضو قطعتها حلو. نيجي بقى لطاسه حلوه سخنه، فيها معلقتين زيت ومعلقتين ليا اهو. المعلقتين اللي بقى دول يا جماعه بيخلوا الريحه ايه خطيره اهو شايفين. خلاص يا دوبك نزلت السمونية بتاعتها كده. هنزل بقى بالكفتة اول حاجة، عشان دي اللي محتاجة تستوي. خلاص بقى هفضل اقلب في الكفتة كده واشوح فيها لحد ما تاخد لون. كله في طاسة واحدة. خلاص طبعا انا عندي الكفتة متبهرة، فمش هحط عليها توابل دلوقتي خالص. هركنها بقى على جنب هي واللية كده، وهنزل بالكبدة بتاعتي. برضه هفضل اقلب في الكبده. اول ما احط مكون الكبده، هنزل بقى بشويه فلفل اسمر وشويه الملح. كل مكون هتضيفيه حطيله الملح والفلفل الاسمر بتاعه اهو. هقلب بقى لحد ما الكبده لونها يتغير خالص. ويعني تقريبا ما خدتش ربع ساعه بالظبط، كانت الصينيه الحلوه دي كانت معموله معايا. خلاص الحمد لله الكبده اتشوحت. برضه هركنها على جنب كده خالص، وهنزل بالفشه بتاعتي. برضه هقلب وهحط لها الملح وشويه الفلفل الاسمر اهو.
وبرضه هقلب بقى. بعد ما تشوح هقلب بقى الكلام ده كله مع بعض. حابه بقى تزودي شويه سبع بهارات، انا هنا زودت شويه سبع بهارات، ومش هزود اي حاجه تاني، ورشه كمون صغيره بس. هو كفايه قوي، التوابل دي بتبقى حلوه قوي. اوسع بقى كده الحاجات دي كده، وانزل بقى بفصين توم مهروسين او 3 فصوص كده مش هيقولوا لا، وقرن فلفل حامي، على قرن فلفل احمر رومي، على بصلايه صغنونه قوي متقطعه مكعبات. مش عايزه البصلايه شيليها، بس بتديها طعم حلو جدا. وهقلب الكلام ده كله كويس. الريحه خطيره يا جماعه، احلى من 100 مطعم. خلاص بقى هقلب الكلام ده كله كويس. وخلاص بقى الصينيه العظمه خلصت. الراعي الرسمي يا جماعه لاول يوم العيد الصبح اهو. ظبطها بقى كده، مش عايزه اقول لكم على الريحه. رغيفين بلدي بقى وجنبهم شويه السلطه كده، وابدأي بقى كلي. زينهم بس كده بشويه بقدونس، شويه حركات كده، وبألف هنا وشفا. ايه رأيكم؟ جربوه وان شاء الله هيعجبكم. لايك وشير، وكل سنه وانتم طيبين.